هوريك طبعا خلطة بديل البوليستر. الكيلو بتاعها ب25 جنيه. هتقول لي ايه؟ هقول لك ده بديل البوليستر زيه زي البوليستر بالظبط، بس ده مصري. طبعا حاجة حلوة جدا. الكيلو بتاعها بكام؟ 25 جنيه. طبعا هتقلبه عادي وتخلطه عادي، يتخلط زيه زي البوليستر بس من غير مصلبات او كوبالت. بس هو بوليستر يعتبر، وبينشف وبيبقى مية مية. بينشف وبيبقى حاجة حلوة جدا طبعا، وجديد بيبقى ممتاز. طبعا بس اهم حاجة في التقليب، يعني تقلب فيه في حركة 5 دقايق. اول ما البودرة تتخلط مع بعض، هو في فرق بسيط جدا انه ده بودرته بيجي معاه. طبعا الكيلو بتاعه ب25 جنيه، بيديك زيه زي البوليستر واحسن من البوليستر وحلو جدا. وهنديله طبعا في حركة 5 دقايق تقليب، لانه اهم حاجة في التقليب. بس بعد ما قلبنا طبعا هفضيهم في حاجة علشان هوريكم قوتهم لما ينشفوا. طبعا دي حتة رخامة عندي او حتة حجر، وافضي عادي. فضينا هسيبهم ينشفوا، وبعد كده هنيجي نطلعوهم واوريكم ايه الصلابة بتاعتهم. بعد ما فضيتهم في الرخامة ونشفوا، طبعا صعب جدا ان انا اطلعها حتة حية، وكسرت الرخامة 50 حتة لولا ما طلعتهم، لانه لزقوا جامد في الرخامة. لولا ما الرخامة اتكسرت، لولا ما طلعوا. طبعا اهي الحتة طبعا شديدة جدا، حلوة جدا زيها زي البوليستر. شديدة يعني، هي زيها زي البوليستر. بس الفرق الوحيد ان الكيلو ب25 جنيه. يعني ايه الكيلو ب25 جنيه؟ يعني ال4 كيلو ب100 جنيه. طبعا هيوفروا معاك، هيطلعوا حاجة ممتازة وحاجة حلوة. بص، شديدة جدا طبعا. طبعا دي حتة من الرخامة لزقت فيها ومش راضية تطلع. فقصة لزقة حلو جدا، عامل زي البوليستر بالظبط، شديد ممتاز. ارشحه لأي حد يشتغل بيه تحف وانتيكات، يشتغل بيه حاجات كتيرة جدا. وان شاء الله هقولكم تجيبوه منين وكل حاجة، وان شاء الله يكون متوفر في اي حتة، لانه النوع البوليستر ده مصري 100%، واحسن من المستورد بكتير جدا، ورخيص. وارشحه لأي حد. طبعا ممتاز جدا، تعمل بيه تحف مفرغة، تعمل بيه شغل مليان، شغل صب مصمت كله، وتعمل بيه شغل تحف مفرغة حلو جدا. يلزق في اي حاجة زي الرخام زي الاسمنت، يلزق على اي حاجة. يعني لولا ما كسرت الرخامة، لولا ما طلع. وان شاء الله اعملك منه اكتر من 10 فيديوهات سلسلة كاملة ازاي طبعا تعمل منه حاجات كتيرة جدا مختلفة، غير التحف والانتيكات وافكار كتيرة جديدة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، وشجعنا عشان نستمر.